هنايا البنات جبت الباذنجان وقشرته قصيته كيما هكا رقيق يا البنات، يجي رقيق بزاف. من بعد ملحته حطيته يتقلى، قليوه شويه برك حتى من بعد دوك نحطوه يطيب في الكوشه. وهنايا بعد ما قليت الباذنجان خليه يبرد راح نوجد الحشوه تاعو. وهنايا البنات جيت باش نوجد الحشوه الباذنجان، حطيت فيها سكالوب ملح. نتوما يا البنات اللي حابين ديروا باللحم ملح ديروا باللحم ملح. حطيت وحده عظمه ووحده بصله ووحده ثوم وشويه معدنوس، وحطيت شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه حمار ونخلطهم. وهنايا البنات راني نخلط فيهم مع بعضهم. حطيت الخبز المذحي ونزيد نخلطهم كيما هكا. وهنايا البنات بعد ما داويتو وديتو كيما هكا وحطيتو يتقلى. وهنا بعد ما قليت سكالوب حطيته فوق الباذنجان وذوليه كيما هكا. وهنا يا بنات راح نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى باش تتعلموا. وهنا يا البنات جيت نوجد لاصوص، حطيت شويه بصله وشويه ثوم ونقعد نقلي فيها كيما هكا. وهنايا بعد ما قليت البصله والثوم حطيتهم حبه طماطم ونقعد نخلط فيها مع بعضها. زدت لحت لهم مره في الطماطم طلبايه. حطيتهم شويه ملح شويه فلفل كحل وشويه حمار ونقعد نخلط فيه. وشويه معدنوس ونقعد نخلط. وهنايا حطيت شويه ماء ونخليها طيب. وهنايا بعد ما طابت لاصوص حطيتها في البلاط. وهنايا بعد ما حطيت لاصوص حطيت فوقها الباذنجان اللي روليت فيه سكالوب اللي قليناه قبيله، وزدت حطيت بيناتهم سكالوب كيما هكا. من بعد صبيت لاصوص من الفوق. وهنايا البنات جيت ندير كريمه الجبن، حطيت نص ايطا حليب 3 مغارف نشا وشويه ملح شويه فلفل كحل وفرماج وقعدت نخلط حتى تعقد. وهنا عقدت يا البنات كريمه الجبن هاي كيفاش تجي. وهنا بعد ما طابت كريمه الجبن حطيتها فوق ذولية الباذنجان، حطيت فوق الفرماج الملحي، دوكا نحطو في الكوشه يطيب. هذا هو الشكل النهائي يا البنات. ما تنساوش ديروا الابوني والجيم وتشاركوا الفيديو مع حبيباتكم باش تكبر العائله تاعنا. ودمتم في رعايه الله، ابقوا على خير.